ازيكم يا حبايب قلبي. انا هعمل ده شربات، هعمل شربات. الكيلو 3 كوبايات من دي، كيلو السكر 3 كوبايات العيار ده 3 كوبايات سكر. تلات كوبايات سكر، ده عيار كيلو. هحطهم على النار. تلات كوبايات، هحط كوبايتين ميه. عصرة ليمونة واحط قشرها، بتاعت فانيليا، كده انا حطيت الشربات على النار يغلي بس. هنا هعمل قطايف، ودي سوداني على زبيب، سوداني على زبيب. وهفرم هعمل سكر بودرة. ادي القطايف خلصت اهي. وعملت الشربات، هسيبه يبرد عشان اعبيه البرطمان. الشربات دي القطايف اهي. مش مكترة، هو نص كيلو. عملت السكر البودرة، دي كده كيس ده كيلو سكر عملته بودرة عشان لما اعوزه الكنافة.
ادي الشربات خلصته، هسيبه بقى يبرد وبعد كده اعبيه في برطمان. وده لبن ده السكر البودرة، ودي القطايف، حاجة كده بسيطة. نص كيلو قطايف يخلص، وهات غيره عشان مفيش حاجة تبوظ. يلا يا قلبي، كل سنة وانتم طيبين. الشربات هيبرد واقوم مفرغاه في برطمان يبقى جاهز عندي، وهعبي اللبن البودرة ده في برطمان برضو عشان يبقى جاهز. اما عاوز سكر للكنافة ولا لأي حاجة يبقى جاهز عندي. ادي كده خلصت الشربات. دي الشربات عملت كيلو سكر على كوبايتين ونص مية، وليمونة بقشرها، وازازة فانيليا اللي هي البودرة، وده كيس سكر من اللي هو الابيض. عملته في المطحنة بتاعت الخلاط اهو، يبقى تحت ايدي لو عوزت اعمل اي حاجة. وده اللي اتبقى من الخلطة بتاعت القطايف. والقطايف انا جبتهم نص كيلو، وبكرة بقى نبقى نجيب جلاش او كنافة، كل يوم حاجة يعني. وانا واقفة عملت زبادي. طبعا انتوا عارفين الزبادي انا بعملها ازاي. كيلو لبن بغليه وبسيبه يبرد خالص، واقوم مدوبه كوبايه زبادي على معلقه لبن بودره، واقوم مدوباهم في اللبن. وانا بحط في الأسحم دي بصفيها، يعني انا بحطها بصفيها وبغلي لها ميه الوقت عشان احطها في الفرن البوتاجاز. كل يوم هتعوزي زبادي، كل يوم هتعوزي زبادي للسحور. لو كلتي فول وطعمية هتعوزي زبادي، لو كلتي باقي الاكل اللي انت عاملاه على الفطار هتعوزي زبادي. وممكن لو انت ما بتسحريش ولا الباقي من الفطار ولا فول وطعمية برضه هتعوزي زبادي. الزبادي يعني مطلوب كل يوم بعد السحور. واللي يتبقى منك يعني ده اتبقى المكسرات اهو، حطها في العلبة ديت. بكرة اعمل بها حاجة ان شاء الله، يا كنافة يا جلاش. وسكر البودرة يبقى عندي برضو لو انا احتجت للكنافة، والشربات يبقى موجود. ودي القطايف، ده نص كيلو وفي طبق زيه كده. يلا كل سنة وانتم طيبين، حاجة حلوة كده كل يوم وما تكتريش. يلا باي.